في برشلونة لا تزال نشوة الكلاسيكو تسيطر على عناوين الصحف هناك. لسبورتيو اختارت هذا العنوان: الكابوس المعتاد. خلال السنوات الأخيرة حمل الكلاسيكو في طياته مواجهة ثنائية ما بين ميسي ورونالدو، ومرة أخرى يخرج منها الأرجنتيني فائزا. ميسي زرع الرعب مرة أخرى في قلوب المدريديين وأرعب زيدان تحديدا، وهز شباك برنابيو للمرة ال15 مواصلا تحطيم الأرقام القياسية. صحيفة سبورت لخصت أحداث المباراة في أحد عناوينها: ميسي مشهد رعب. لم يسبق للاعب أن أجبر زيدان على تغيير طريقة لعبه كما فعل ميسي. المدرب الفرنسي بإقعاده إسكو وبيل واعتماده على كوفاتشيتش أظهر مدى تخوفه من ليو، لكن الكرواتي لم يكن سوى ظل للنجم الأرجنتيني والذي رفع من إيقاعه تدريجيا لينسف خطط زيدان ويحكم البرنابيو من جديد. موندو ديبورتيفو بدورها احتفت بميسي وهي تعنون: ميسي يفوز مجددا على الأفضل، إشارة إلى الجائزة التي حصل عليها غريمه رونالدو. يرى كاتب المقال بأن ميسي بعيد عن أي مقارنة، وأظهر ذلك مجددا رغم أنه لم يكن في أفضل حالته، لكنه أجبر زيدان على تغيير نهجه وأجبر ريال مدريد على الخضوع للأمر الواقع، حيث تحكم في إيقاع اللعب خصوصا خلال الشوط المباراة الثاني مواصلا عروضه في برنابيو. في العاصمة أشارت الصابع الاتهام إلى زيدان. سانتياغو سيغورولا كتب في آس: ريال مدريد دفع غاليا ثمن الرعب من ميسي. يرى الكاتب بأن عزة النفس هي السمة الأبرز للفريق الملكي حتى حين يلعب مع أندية أقوى منه، لكن زيدان هذه المرة بتغييراته على التشكيل أعلن للعالم خوفه من ميسي، وكأنه يقود جيرونا وليس ريال مدريد، وقد أدى ثمن ذلك غاليا. أما ماركا فقد نبهت إلى ضرورة الإسراع في تعزيز الفريق رغم ما صرح به زيدان بعد الهزيمة في الكلاسيكو، حيث جدد ثقته في المجموعة كعادته، لكن الواقع غير ذلك، فالهزيمة بثلاثية في عقر الدار أمام الغريم الأزلي والابتعاد عن المنافسة على اللقب قد يدفعان الفرنسي إلى التفكير ماليا في دخول سوق الانتقالات الشتوي بحثا عن طرق نجاة.